مهما كان مستواك في التصميم في شوية أخطاء لو بتوقع فيها تصميمك هيطلع ضعيف مهما استخدمت من صور حلوة وخطوط جامدة. في حلقة النهاردة هقول لك على 5 أخطاء شائعة في التصميمات الرياضية وهنشوف إزاي نصلحهم بشكل عملي عشان تصميماتك تطلع بشكل نظيف واحترافي. أهلا بكم في قناة فاست فريم، أنا أحمد عزازي ودي الحلقة الرابعة من سلسلة أسرار التصميمات الرياضية. وقبل ما نبدأ ما تنساش إن أنت تنزل تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان توصلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية. ويلا بينا نبدأ. والخطأ الأول معانا النهاردة إن التصميم زحمة زيادة عن اللزوم، بتحطوا صور لعيبة ولوجوهات ونصوص كتير وتأثيرات، فجأة بيبقى التصميم زحمة ومش مريح للعين. تعال أقول لك الحل خليك دايما مؤمن بمبدأ less is more. اختار عنصر رئيسي وركز عليه سواء إذا كان صورة لاعب أو عنوان كبير. قلل كمية النصوص اللي أنت بتستخدمها في التصميم وخلي الفراغ يخدم التصميم. والخطأ الثاني اختيار ألوان غلط، ألوان كتير مش ماشية مع بعض أو مفيش تباين يخلي العناصر تبان. تعال أقول لك الحل في الحالة دي ممكن إن أنت تشتغل بألوان البطولة أو بألوان النادي، أو ممكن تشتغل بكلر باليت جاهزة ممكن تحملها من موقع زي أدوبي كلر، أو ممكن تشتغل بطريقة المونوكروم وهو إن أنت تختار لون وتشتغل بتدرجات اللون ده. والخطأ الثالث الصور مش مقصوصة صح أو جودتها ضعيفة، تلاقي صورة اللاعب حواليها حدود بيضة أو مقصوصة بشكل مش نظيف أو جودتها ضعيفة. الحل في الحالة دي إن أنت تستخدم البنتول عشان تقص الصور، أو تستخدم السليك سبجكت وتعدل في الماسك، أو إن أنت تستخدم صور بجودة عالية ممكن تجيبها من على تويتر أو من موقع زي جيت إمكس. والخطأ الرابع إن الخطوط مش مناسبة، وفي الحالة دي ممكن نواجه مشكلتين. المشكلة الأولى إن المصمم استخدم فونت واحد لكن استخدم وزن واحد بس لكل النصوص اللي موجودة في التصميم، ومصمم تاني استخدم أكتر من 4 أو 5 فونتات في التصميم الواحد. كل ده غلط. الحل إن إحنا ممكن نستخدم خط واحد بس في التصميم لكن بننوع في أوزان الخط ده للنصوص اللي موجودة عندنا في التصميم. يعني العنوان الرئيسي بنستخدم وزن بولد، أما النصوص الثانوية فممكن نستخدم وزن أقل من البولد، ممكن سيمي بولد أو ريجولار على حسب الفونت اللي أنت هتستخدمه. ولو هنستخدم أكتر من فونت في التصميم الواحد فنصيحة آخرك 2 أو 3، ما تزودش أكتر من كده. والخطأ الخامس إن يكون مفيش فكرة ولا ترتيب بصري. بتحس إن التصميم عشوائي، كل حاجة محطوطة وخلاص، مفيش ترتيب ولا في قصة واضحة. والحل في الحالة دي إن أنت تستخدم هيراركي واضح، يعني عنوان كبير، عنصر بصري، عناصر ثانوية. وخليك فاكر دايما إن كل تصميم لازم يوصل فكرة وإحساس. وكمان ممكن تستخدم جريد بسيط أو جايدز عشان كل العناصر تكون مترتبة بدقة. الخلاصة كل مصمم بيغلط وده طبيعي جدا، ولكن المحترف اللي بيعرف يغلط ويصلح. ال5 أخطاء دول من أكتر الحاجات اللي تبوظ أي تصميم، ولما تبدأ تاخد بالك منهم شغلك هيبدأ يبقى أنظف وأسرع واحترافي أكتر. وفي النهاية لو معاك تصميم قديم وحاسس إنه وقع في غلطة من دول ابعتولي على الانستجرام وممكن نحلله سوا في حلقة الجاية. وما تنساش ان انت تنزل تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس، لان الحلقة اللي جاية مهمة وهنتكلم فيها عن ازاي تبني ستايل خاص بيك كمصمم رياضي، وده هيفتح لك باب جديد تماما في شغلك.